للأسف الشديد في كارثة حريق سنترال رمسيس، ناس كتير ما انتبهتش لنقطة في منتهى الخطورة. من الحاجات اللي أحزنتني أوي، أوي، إن أنا لقيتهم إن هم بيعملوا إيه بقى؟ السنترال بينتفض مَيّة، دي حاجة غريبة. إحنا عارفين إن في حاجة اسمها أمن صناعي، وفي حاجة اسمها DRB اللي هو Disaster Recovery Plan، الخطة اللي أنا باعملها في حالة الكوارث، سواء كانت الكوارث دي طبيعية أو كوارث غير طبيعية، فبالتالي أنا بيكون عندي الاستعدادات لده. السؤال هنا، أنا أقعد أطفي بالمية 12 ساعة كاملة، 12 ساعة ومفيش أي فايدة. المفروض إن الحاجات دي أنا كنت عامل حساب إن لا قدر الله حصل كده. يعني أنا من امبارح لسه قاري شوية كلام عن الموضوع، في حاجة اسمها الإطفاء الجاف، في حاجة اسمها اللي هو بامتصاص في الامتصاص الجاف ده مادة كيميائية، يعني مسحوق بيطفي بيسحب الأكسجين، وفي بامتصاص الأكسجين، وفي ثاني أكسيد الكربون. فين إحنا من كل ده يا جماعة؟ فين إحنا من الاحتياطات والتدابير في منطقة هي الأهم تقريبا في الاتصالات على مستوى الجمهورية، بتربط كل حاجة، مكانات الصرف الآلي، بتربط اتصالات، بتربط يمكن وي شوية، مش في الموضوع شوية وشغال، بتربط فودافون، بتربط أورنج، بتتكلم على شركات الاتصالات والإنترنت والصرف الآلي والسحب. النهاردة البنك المركزي بيقول لك إن السحب مش هيبقى 250 ألف جنيه الأفراد والشركات في اليوم، هيبقى 500 ألف جنيه بسبب العطل ده. الدنيا وقفت بسبب منشأة المفترض إن أنا عامل لها أمن صناعي واحتياطات واجبة، في حين ان لا قدر الله حصل اي حاجه انا اقدر اتعامل مع المشكله. لكن ده للاسف الشديد ما حصلش. امن صناعي، تعامل مع الكوارث، ما حصلش. فالى متى؟ الى متى؟